السلام عليكم. ان شاء الله هتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا. الحاجه دي كلنا بنسعى ليها، بس طرق السعي بتختلف من شخص لاخر، والحاجه دي هي النجاح. الاول انا عايز اعرف ايه هو النجاح او ايه هي مقاييس النجاح. النجاح عمره ما كان ابدا شهاده مكتوب عليها المركز الاول او رقم واحد. النجاح هو السعي ان انا ازاي اعرف استغل الطاقه بتاعتي لان انا اوصل للهدف اللي انا عايز اوصل له. والنجاح برضه هو انك تتعلم من اخطاء الماضي وتاخد منها خبره وما تكررهاش ابدا في الحاضر عشان تبدا ان انت تتقدم في المستقبل. والشخص الناجح ما هو الا شخص يعني لقى القصه بتاعته مش حلوه فحاول ان هو يمسك القلم ويغير فيها بحيث ان هو يتغلب على عادات كتير سلبيه ويبدا يوصل لهدفه. لازم عشان تكون ناجح تعمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية وهي إنك تحدد هدفك، يعني تعرف أنت رايح فين بالظبط. والحاجة التانية ودي حاجة مهمة جدا إن أنت ما تربطش نفسك أبدا أبدا بأي نتائج أنت حصلت عليها في الماضي مهما كانت قليلة. النتائج دي أو مهما كانت وصلت له من فشل أنت بس يعني دي حاجة أنت بتتعلم منها. عندنا كلنا اخواتنا واصحابنا اللي لسه مخلصين ثانويه عامه، وطبعا كل واحد فيهم قاعد قلقان جدا وخايف من النتيجه. انا طبعا مراعي شعوركم جدا، بس حاولوا يعني تقللوا من التوتر ده شويه، وكل واحد فيكم يقول يعني لنفسه انا خلاص عملت اللي عليا وسبت الباقي كله على ربنا. الدرجات بقى جت عاليه او جت قليله ده مش مقياس ابدا ابدا للنجاح، مش ده اللي هيحدد انت شخص ناجح او لا. طبعا لو لا قدر الله الدرجات قليله ده بيبقى لسببين يعني مختلفين. السبب الاول ان انت ممكن تكون ما ذاكرتش كويس او ما ذاكرتش بالطريقه المناسبه او الطريقه الصحيحه او ما ذاكرتش خالص. ربنا بيكون عمل كده عشان يعني يديك فرصه ان انت تعمل لنفسك نقطه تحول وان انت تحاول تسعى للنجاح في بقيه اجزاء حياتك يعني. السبب التاني وهو ان ربنا هو اللي يكون اختار لك الطريق ده، وده لو انت مثلا ذاكرت. يعني في واحد ممكن يقول لي انا ذاكرت بس ما وصلتش للي انا عايزه. ربنا بيكون اكيد ليه حكمه في كده، وده اكيد خير يا جماعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال انا لا نضيع اجر من احسن عملا. يعني اللي انت عملته اكيد 100% هتلاقيه. متوسط عمر الانسان الطبيعي تقريبا حوالي 79 سنه. تقييمك لنجاحك مستحيل هيبقى بناء على عمل سنه او سنتين. تقييمك لانك تبقى شخص ناجح او لا اكيد بيعتمد على عدد السنين الكامله اللي انت عشتها. ايا كانت النتيجة حاول تاخد الموضوع بصدر رحب، واعرف ان ربنا اكيد هيكرمك في الموضوع ده. ولازم تعرف حاجة مهمة جدا، مقاييس النجاح هي العمل والجد والاجتهاد والنشاط والتفاؤل. عمرها ما كانت ابدا مجرد رقم انت مثلا حصلت عليه. مش 99% هم يعني اللي هيحددوا، او 99.5% هم اللي هيحددوا انت شخص ناجح او لا. مش هو الرقم ده اللي هيعملك. النجاح ممكن يتحقق بعد اي فشل مهما كانت درجة الفشل دي، وطبعا في امثلة كتير جدا للناس حققت نجاح بعد فشل كبير جدا. والناس دي غيرت من مجرى التاريخ كامل بعضهم يعني. زي طبعا اينشتاين وستيفن جوبز ونيوتن، ومنهم المطربة الأمريكية المشهورة جدا مادونا. ودي كانت شغالة في محل دانكن دونتس، ووقعت مشروب على زبون كان هناك في المحل بدون قصد، ولذلك اتطردت من المحل. وبعد كده دخلت الشغل الفني ووصلت لمرحلة كبيرة جدا واتشهرت جدا. وعندنا طبعا الكاتب العظيم ستيفن كينج، وده كاتب رعب وخيال علمي. اول كتاب كان قدمه الناشر رفضه جدا وقال له انا مش بهتم بالخيال العلمي لانه ما بيجيبش اي مبيعات. وحاول ان هو يحاول ينشر الكتاب بتاعه في اكتر من 30 دار نشر وكلهم طبعا اتمنعوا. بعد كده بالصدفة اتقبل في دار نشر معينة والموضوع نجح جدا وأصبح كاتب مشهور جدا. وعندنا طبعا أمثلة كتير على المواضيع دي زي الكاتبة جي كي رولينج، وعندنا المخترع هنري فورد. في مقولة شهيرة جدا بتقول إن أفضل وقت لزراعة شجرة هو من 100 سنة، لكن تاني أفضل وقت بعد ال100 سنة هو دلوقتي. فيلا قوم اتحرك واشتغل، وإن شاء الله ربنا يوفقك. ربنا يعني بيكبر بخاطر الناس كلها. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. هو فكرة أخوي وصديقي عمرو محرز، يعني ممكن تقترحوا عليا فيديوهات تانية أتكلم في المواضيع بتاعتها. وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.